قبل ما نبدأ الفيلم أحب أعرفكم إن ده أكتر فيلم اتطلب مني الفترة اللي فاتت، وبجد طلع عندكم حق. بيبدأ الفيلم بالعسكري ده وهو بيتمشى على سور الصين العظيم، ومرة واحدة الصقر ده بيخبطه وبيقف قدامه. العسكري بيستغرب من اللي حصل، والصقر بينادي على حد والحبال بتترمى من كل حتة. العسكري بيجري وبيقول جيش الأعداء هجموا علينا. بيطلع لفوق وبيكون لسه هيولع النار ويعرف الباقي، ولكن بيلاقي الكائن ده قدامه ومعاه الصقر بتاعه، ولكن ما بيتهزش وبيولع النار والكل بيعرف. وبيقول له كده الصين كلها عرفت انكم هجمتوا علينا، وريني بقى هتعمل ايه. فبيمسك العلم بتاعهم وبيحرقه وبيقول له هو ده اللي هعمله بالظبط. ساعتها قائد الجيش بيروح للامبراطور وبيقول له الهون هجموا علينا من الشمال وقدروا يعدوا الحدود. فالبتاع ده بيقول له مستحيل حد يعدي السور العظيم. فبيقول له عندك حق، بس الكلام ده لو شان يو مش القائد بتاعهم، وده شان يو. المهم القائد بيقول للامبراطور انا هجمع كل الجيش علشان يحموا القصر. فبيقول له لا، ابعتهم علشان يحموا شعبي. وبنعرف ان البتاع ده اسمه شيفو. فالامبراطور بيقول له استدعي من كل عيلة واحد علشان يشارك في الحرب. ولكن القائد بيقول له ليه كل ده؟ انا معايا جيش يقدر يمحي الهون من على الخريطة. فبيقول له صدقني حباية رز واحدة تقدر تقلب الميزان، وعسكري واحد ممكن يغير مصير الحرب. ساعتها بقى بنروح للأستاذة مولان اللي بتكتب على ايديها انا لازم اكون مؤدبة وحكيمة ورشيقة، واهم حاجة اكون رقيقة. وبتكتب الكلام ده علشان ما تنساهوش، لان امها هتوديها لست علشان تجمع لها عريس. الديك ده بيقدم، فبتجري على الكلب بتاعها وبتقول له اصحى جه وقت الشغل. بتربط الشوال ده فيه وبتقول له انطلق. بيسيب الدنيا كلها وبيخبط في الباب، بتظبط له الزوايا وبيروح ياكل الفراخ. ساعتها ابوها بيكون في المعبد وبيطلب من اجداده ان مولان تعجب الخطبة النهارده وتلاقي عريس مناسب. الكلب بيجري حواليه والفراخ بتاكل جنبه. بيكمل وبيقول انا عارف ان مفيش امل وان بنتي ما تتعاشرش. بتدخل عليه وبتطلق الشاي. فبتقول له الدكتور قال انك لازم تشرب شاي كتير. فبيقولها لا ما هو واضح، وكمان انت بتعملي ايه هنا؟ انت المفروض تبقي في المدينه علشان تتجوزي وتشرفي العيله. فبتقول له عيب عليك هطور رقبتك، وبتسيبه وبتمشي. بيبص للكلب وبيقول له وانا هدخل ادعي شويه. ساعتها امها بتبقى واقفه والست دي بتطلع وبتقول لها بنتك كل ده ما جاتش؟ على فكره الخطبه ما بتحبش التاخير. امها ما بتكونش عارفه تعمل ايه، ولكن جده مولان بتقول لها مش عاوزاكي تقلقي، انا معايا صرصار الحظ. حتى شوفي بتغمي عينيها وبتعدي الطريق، ولكن مفيش اي حاجه بتخبطها والصرصار بيغمى عليه. مولان بتوصل وبتقول لها انا عارفه اني اتاخرت. فبتقول لها مش وقته كلام، تعالي ورايا. الست بتقول لها دي بنتك، بتحميها وبتصرح لها وبيفضلوا يغنوا وبيقولوا لها انها لازم ترفع راس عيلتها وسط الناس. ولكن مولان ما بتبقاش شغلها كل الكلام ده، بيعملوا فيها الجريمه دي وامها بتديها التوكه بتاعتها. فجدتها بتقول لها مفيش الكلام ده، خد التفاحه دي ومش عارفه دي ايه بس هتحسسك بالامان، والعقد ده لقيته بره، واهم حاجه الصرصار ده. بتسمع كلامهم وبتمشي ورا البنات دي وبتحاول تبقى شبههم. الخطبه بتنادي عليها فبتقول لها افندم. فبتقول لها من اولها بتتكلمي من غير اذن. بيدخلوا جوه وبتبدا تعاين وبتقول معصعصه. فبتقول لها مين دي اللي معصعصه يا بنتي؟ والصرصار بيخرج من مكانه، والست بتقول لها سماع الخطاب الاخير. فبتقول لها ايوه طبعا ده انا حافظاه من زمان. بترفع ايديها فبتلاقي الكلام اللي كتبته اتمسح. فبتقول فكري قبل ما تعدي، قصدي يعني فكري قبل ما تردي. فبتقول لها كفايه كده تعالي ورايا. بتمسك ايديها اللي فيها الكتابه، فالحبر كله بيلزق في ايديها. بتاخد مولان وبتقول لها صب شويه شاي، وعلشان تعجبي اهل العريس لازم تكوني منظمه. بتحط ايديها على وشها فبيطلع لها سكسوكه، ومولان من الصدمه بتصب بره الكوبايه. فبتبص في الكوبايه فبتلاقي الصرصار عايم جواها. الست بتاخد الكوبايه فمولان بتحاول تقول لها ولكن ما بتسمعهاش، فبتشدها بالعافيه. فالكوبايه بتدلق عليها والصرصار بيدخل في المهم يعني انه بيفضل يتحرك، فبتقع على الفحم وبتفضل تصرخ. فمولان ربنا يكرمها يا رب بتمسك الهوايه وبتهولها. الست بتولع، فمولان بترمي الشاي عليها وبتعرف تطفيها. وطبعا بقى بتفضل تشتم في عيلتها واجدادها واللي خلفوا اجدادها، وبتقول لها انت استحاله تبقى عروسه، وبتسيبها وبتمشي. والكل بيكون في منتهى الحزن. بترجع للبيت وبتبدا تغني وبتقول هو ده فعلا مصيري؟ اخرتي هتجوز عشان ارفع راس عيلتي؟ ليه ما اكونش بطبيعتي واعيش الحياه اللي انا عاوزاها؟ بس لو ده حصل هجيب لي اهل العار. بتمسح اللي كان في وشها وبتفضل قاعده مكانها. ابوها بيروح لها وبيقول لها انت اجمل حاجه حصلت لي، وانا اصلا ما كنتش عاوزك تبعدي عني. ومره واحده الطبول بتدق وشيفو بيوصل المكان وبيقول لهم الهون دخلوا الصين، علشان كده كل عيله هيروح منها راجل علشان يشارك في الحرب. وبيبدا ينادي على كل العائلات، واللي ما بيقدرش ابنه بيروح مكانه، لحد
لما بيجي دور عيلة مولان، ابوها بيسيب العكاز بتاعه وبيروح علشان ياخد الدعوة، ولكن مولان بتمنعه وبتقول لهم ابويا مش هيقدر يروح الحرب. ولكن شيفو بيقول له علم بنتك تمسك لسانها لما الرجالة تتكلم. فابوها بيقول لها انت خذلتيني. وشيفو بيقول له بكرة الصبح تبقى في المعسكر. فبيقول له تحت امرك، وبياخد الدعوة وبيرجع للبيت، واهله بيكونوا في منتهى الحزن عليه لانه فعلا مش هيقدر يروح الحرب. بيجي الليل وابو مولان بيفتح الدولاب اللي بيكون فيه لبس الحرب، بيمسك السيف بتاعه وبيبدأ يتمرن، ولكن ما بيقدرش وبيقع في الارض. ومولان بتكون شايفة كل اللي بيحصل ولكن ما بتكونش عارفة تعمل ايه. بيتلموا كلهم وبيشربوا الشاي والنظرات بتكون في كل مكان، ولكن مولان ما بتقدرش تسكت وبتقول لهم كفاية لحد هنا. وبتقول لابوها في شباب كتيرة تقدر تحارب مكانك. فبيقول لها ده شرف ليا اني احمي بلدي. فبتقول له شرف ايه؟ انت لو رحت هناك هتموت. فبيقول لها مش عاوز اسمع كلمة تاني وما تقعديش معانا كمان. فبتسيبهم وبتمشي وبتقعد تحت الشجرة دي وبتفضل تعيط لانها بتكون عارفة ايه اللي هيحصل لابوها، وهو ما بيكونش قدامه حل تاني ولا ينفع يرفض طلب الامبراطور. ولكن مولان بتقرر تعمل حاجة تاني، بتروح وبتودع اجدادها وبتروح لابوها وبتاخد الدعوة وهو نايم، وبتسيب مكانها التوكة بتاعت امها، بتمسك السيف بتاع ابوها وبتقص شعرها، وبتاخد البدلة بتاعت الحرب وبتلبسها، وبنعرف انها هتروح مكان ابوها. بتدخل عند الحصان بتاعها ولكن ما بيعرفهاش وبيفضل يصرخ، ولكن بتهديه وبتقول له انا مولان وبتاخده وبتمشي. وبالمناسبة نسيت اقول لكم حاجة، صرصار الحظ كان معاها في كل الكلام ده. المهم ابوها وكل عيلتها بيصحوا وبيعرفوا اللي هي عملته، فامها بتقوله لازم ترجعها دي ممكن تموت. فبيقولها لو اكتشفوا ان هي بنت هيعدموها. وجدتها بتكون شايفة كل اللي بيحصل فبتطلب من اجدادها ان هم يحموها. ساعتها بنشوف البتاع دي وهي بتنور وبيطلع منها الكائن ده، وبيصحى تنين صغير اسمه موشو وبيقول له مين محتاج حمايتي يا كبير، شاور لي بس عليه، واي حد مجرد يفكر بس يهدد عيلتنا هيشوف الويل. فبيقول له خلصت؟ شايف دول هم اللي بيحموا العيله، وانت يا حسالة المجتمع اخرك تضرب الجرس، روح بقى صحي باقي الاجداد. فبيقول له يعني ده اخر كلام؟ فبيقول له انت شايف حاجه غير كده؟ فبيقول له لا طبعا. بيصحي الاجداد كلها، والست دي بتقول لهم شفتوا قلت لكم ان البنت دي هتجيب لنا العار. فده بيقول لها انت بتبصي لي ليه، دي قريبتك انت. وكل الاجداد بيتخانقوا مع بعض. فالكبير بتاعهم بيقول لهم احنا لازم نساعد مولان، عشان كده هنبعت لها اقوى حارس عندنا. فموشو بيقول لهم كفايه توضيح، انا موافق. الكل بيضحك. فبيقول لهم يا جدعان ادوني فرصتي. فبيقول له احنا ادينا لك فرصتك قبل كده وفي الاخر جت على دماغ المرحوم. فبيقول لهم مش مبرر. فبيقول له خلاصه الكلام احنا هنبعت تنين حقيقي يساعد مولان. فبيقول له امال انا ايه؟ فبيقول له احنا لغايه دلوقتي مش عارفين انت ايه اصلا، روح بقى وانت شبه البورس كده صحي التنين. بيروح له وبيقول له اصحى يا عم التنين الحقيقي. ما بيصحاش. فبيروح له عند ودانه وبيقول له يا عم اصحى في عيله جالها العار. بيكسر ودانه والتمثال كله بيتكسر، وموشو بيكون خايف جدا من اللي هيعمله الاجداد فيه. بينادوا عليه. فموشو بيمسك راس التنين وبيقول له انا لسه صاحي وهروح دلوقتي اجيب مولان. فبيقول له العيله كلها مصيرها بين ايديك. بيسيبه وبيمشي وبيقول اعمل ايه دلوقتي، وكل ده بسبب الاستاذه مولان. صرصار الليل بيروح له وبيقول له روح لها انت. فبيقول له انت مجنون، لازم التنين اللي انا كسرته هو اللي يروح لها، وده لو ما حصلش هترفد من الشغل. استنى كده، لو انا اللي رجعت مولان هيبوسوا ايدي علشان ارجع تاني للشغل. بياخدها جري وصرصار بيقول له انا جاي معاك. فبيقول له هو فرح. فالصرصار بيقول له ده انا هجيب لك الحظ. فبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. ساعتها الهون بيكونوا خلصوا على القريه دي وبيكملوا طريقهم، ولكن مره واحده شانيو بيوقفهم وبيقول لهم روحوا دوروا هناك. بيسمعوا كلامه فبيلاقوا 2 من العساكر كانوا بيراقبوهم. شانيو بيروح لهم وما بيكونوش مصدقينه انه حقيقي. بيمسك واحد فيهم وبيقول له انا مش هعمل لكم حاجه، روح بقى للامبراطور بتاعك وقول له ابعت اقوى الجيوش عندك انا جاهز. وبيقول للي وراه 2 كتير خليهم 1 بس. ساعتها مولان بتحاول تقلد طريقة الرجالة ولكن ما بتعرفش. الحصان بيموت من الضحك على اللي هي بتعمله، وهي بتقول انا محتاجة معجزة علشان يقبلوني. موشو بيعمل خيال كبير وبيقول مين محتاج مساعدة التنين الحجري. فبتقول له انت مين؟ فبيقول لها انت غبية، ما انا لسه قايل التنين الحجري، اجدادك بعتوني ليكي علشان اساعدك. وصرصار الحظ بيفضل يولع في النار وبيقول لها بالمناسبة انا موشو. بيطلع من ورا الصخرة وبيعرفوا حجمه الحقيقي. الحصان بيضربه ومولان بتقول له يعني الاجداد بعتولي السحلية علشان تساعدني. فبيقول لها سحلية مين؟ شايفاني بتفتف بلساني؟ مش واضح ان التنين ولا ايه؟ فبتقول له لا واضح وكل حاجة، بس انت مش صغير حبتين؟ فبيقول لها يا حبيبتي ما هو ده حجم السفر، لكن لو اتحولت الحجم الحقيقي الجاموسة بتاعتك هتموت من الخوف. ده غير بقى القوة الخارقة اللي عندي، خدي مثلا عندك بشوف من تحت الهدوم. العار عليك
عليكي القرع على الجاموسه. فبتقول له خلاص هعمل اللي هتقول لي عليه. فبيقول لها يبقى اتفقنا، تعالي ورايا. بيروحوا للمعسكر وبيقول لها اهم حاجه المشي الرجالي، ظهرك لورا، قواصي رجلك، وتوكلي على الله. بتمشي بالطريقه دي وبتشوف العساكر وبتقول لموشو دول عيال مقرفه. بتشوف البتاع ده وهو بيقول الوشم اللي عملته هيحميني من الضرب. القزم ده بيديله واحده فبيغمى عليه. فمولان بتقول لموشو انا مش هعرف ابقى زيهم. فبيقول لها اديله في وشه، ده سلام الرجاله. بتسمع الكلام وبتلبسه في الباترينا دي. وساعتها بنعرف ان القزم ده اسمه ياو، بيكون لسه هيضرب مولان، ولكن الباترينا بتمسكه وبتقول له كام مره قلت لك تتحكم في غضبك. بيهديه. فبيقول لمولان مش هضيع وقت مع كتكوت شبهك، وبيسيبها وبيمشي. موشو يسكت طبعا لا. فبيقول له كتكوت مين يا رجل الكنبه انت. بيروح يضربها ولكن بتوطي وبتيجي في صاحبه. بيفضلوا يضربوا في بعض لحد لما بيوقعوا الاكل كله في الارض. ساعتها قائد الجيش بيبقى قاعد مع تشان المساعد بتاعه وابنه في نفس الوقت، وبيقول له شان يو خلص على كل القرى اللي في المنطقه دي، مفضلش غير قريه واحده بس. انا بقى هاخد الجيوش وهستناه هناك وهخلص عليه، وانت هتفضل هنا وهتمرن المستجدين، ولما شيفو يقول ان هم جاهزين هتيجي ورانا. فشيفو بيقول للقائد دي مهمه صعبه جدا على تشان وما اظنش انه هيقدر عليها. فتشان بيقول له اعتمد عليا، وبيكون في منتهى السعاده. بيطلعوا بره فبيلاقوا الكل بيضرب في بعضه والدنيا بايظه على الاخر. فشيفو بيقول له قابل، والقائد بياخد الجنود وبيكون رايح لشان يو. المهم تشان بيزعق للعساكر فالكل بيشاور على مولان وبيقول له هو اللي بدأ. بيروح لها وبيقول لها انا مش عاوز اي مشاكل في المعسكر بتاعي. فبتقول له انا اسفه، قصدي يعني انا اسف، انت عارف بقى الراجل منا لما يتحمق. فبيقول له انت اسمك ايه؟ ما بتعرفش ترد. فشيفو بيقول لها انت مش عارفه اسمك. فموشو بيقول لها تشو. القائد بيقول لها تشو يرحمكم الله. فبتقول له انا اسمي بن. فالقائد بيقول لها هات طلب تجنيدك. بتديهوله. فبيقول لها هو انت ابن القائد فازو؟ هو فازو عنده ابن؟ فبتقول لهم هو ما كانش بيجيب سيرتي كتير. بتسحب لورا وبتعمل الهطل ده. فتشان بيقول لكل العساكر بسبب صاحبكم بن هتسهروا طول الليل تلموا الاكل اللي في الارض، وبكره هنبدا الشغل اللي بجد. والكل بيكون مستحلف لمولان. وتاني يوم موشو بيصحيها وبيعمل لها فطار. فبتقول له مفيش وقت انا اتاخرت. فبيقول لها لازم تاكلي والعبي مع اصحابك، ولو حد ضايقك اديله على دماغه، وريني كده العين الحمراء. بتعمل الهطل ده. فبيقول لها كفايه هموت من الرعب. بتلبس بسرعه وبتاخدها جري للمعسكر، وموشو بيتقمص الدور وبيقول للصرصار بنتنا كبرت وبقت عسكري. المهم مولان بتروح للمعسكر وياو بيقول له صباح الخير يا بن، يا ترى فطرت ولا تحب اديلك في وشك؟ القائد بيقول لهم انتباه، كل يوم الصبح هلاقيكم كلكم هنا ومن غير اي مشاكل، واللي هيتاخر هكسره. فتشان بيعمر السهم ناحيته ولكن بيرميه على الخشبه العاليه دي وبيقول له روح هاته. فبيقول له من عيني، اتفرج بقى وتعلم. فبيقول له انت رايح فين؟ انت نسيت حاجه مهمه جدا. بيربط في ايده الحجره دي وبيقول له ودي، والكل بيضحك عليه. بيحاول ولكن ما بيعرفش. اللي بعده بيحاول ولكن برضه نفس الكلام، ومولان ما بتعرفش تشيلهم حتى. فتشان بيقول احنا كده قدامنا وقت طويل جدا. بيرملهم العصيان دي فياو بيكعب المولان، والقائد بيبدا تدريب معاهم ولكن بيرموا في قفا مولان العقرب ده فبتضرب المعسكر كله. تشان بيمسكها وموشو بيشوفه من بعيد وبيكون عاوز يضربه. بيكملوا تدريب ولكن بيكونوا فاشلين في كل حاجه، وموشو بيحاول يساعد مولان ولكن القائد بيقفشهم. بيعلمهم ازاي يصطادوا بايديهم ولكن مولان بتصطاد رجل ياو. بيكملوا ولكن ما بيعرفوش يعملوا حاجه. بيحاول يعلمهم ازاي يضربوا بالصواريخ ولكن البتاع ده بيزق الصاروخ بتاع مولان فبيروح على خيمه شيفو بيحمصها. بيفضلوا يغنوا وما بيتدربوا، وتشان بيقول لهم الهون مش هيرحموا حد، علشان كده لازم تبقوا اقوياء مش زي صاحبكم بن. مولان بتاخدوا الكلمتين وبتفضل طول الليل تحاول تطلع وتجيب السهم. الكل بيكون واقف وبيشجعها، والقائد بيطلع بيشوف فيه ايه فبيلاقي السهم اترمى قدامه وبتبص له بصت كده اللي هو يعني محدش يقدر عليا. الكل بيتشجع بسبب اللي هي عملته وبيبداوا تدريب بجد، والكل بيحبها ومحدش بيضايقها. ومولان اخيرا بتقدر تضرب القائد، والعساكر بتنجح في كل التدريبات وبيبقوا تقريبا جاهزين. ساعتها شان يو بيبقى واقف فوق الشجرة دي والصقر بتاعه بيجيب له العروسة بتاعت مولان. بيركز شوية وبينصدم. بينزل للباقي وبيديلهم العروسة وبيقول لهم شايفين ايه؟ فبيقولوا له تراب جاي من فوق الجبل وريحة بارود. فبيقول لهم العروسة دي كانت مع واحد من العساكر، وده معناه ان جيش الامبراطور مستنينا في القرية اللي احنا رايحينها. فده بيقول له يبقى ناخد طريق تاني. فبيقول له غلط، الممر ده اقرب طريق للامبراطور وفي حد لازم نرجع له العروسة بتاعته. ساعتها موشو بيقول لمولان ده مستحيل، افرضي حد
حد شافك. فبتقول له مش علشان شكلي بقى زي الرجاله يبقى ما استحماش. بتقلع هدومها وبتنط في النهر. فموشو بيقول لها خلاص كفايه كده اطلعي، وطبعا بيبقى مغمي عينه علشان بيتكسف. فبتقول له لو قلقان قوي راقب الطريق. بيروح جنب صرصار الليل وياو واصحابه بينطوا هما كمان في النهر. فموشو بيقول له في حاجات كده اكيد هيلاحظوها. بيروح وراهم وبيشوفوا مولان وبيقولوا لها ايه ده بين، ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول لهم انا خلصت وطالعه. فده بيروح لها وبيقول له انا عارف ان احنا زودناها شويه فحقك علينا، انا اسمي لينج. والباترينا ده بيقول لهم وانا ابوه. وياو بيقف على الصخره دي سلبوته وبيقول لهم انتم اكيد عارفيني ملك الصخره واقدر اضرب اي حد فيكم. فلينج بيقول له انت كداب وكلها عارفه، وانا وبين هنكسر عظمك. فمولان بتقول له انا مش عاوز اكسر حد، ولكن لينج بيشدها ومره واحده بيصرخ وبيقول في حاجه عضتني. طعمه مزنخ. مولان بتاخدها جري لبره وبتقول الحمد لله كنت هتكشف. فموشو بيقول لها لا كنت هتسمم، وبيغسل سنانه من العضه. ومره واحده بيلاقوا المعسكر كله بيجروا وهو سلبوته. بيرجعوا المعسكر فبيلاقوا شيفو بيقول للقائد انت فاكر شويه العبط دول هيعرفوا يقفوا قدام الهون؟ دول مش هيستحملوا ثانيه واحده. فبيقول له بس دول خلصوا التدريب. فبيقول له دول شويه عيال مش هينفعوا للحرب، زي ما انت برضو ما ينفعش تكون قائد، وبكره التقرير بتاعي هيوصل للقائد ومحدش فيكم هيدخل الحرب. فموشو بيقول للصرصار يعني بعد كل ده مفيش حرب؟ وشنبي ما هيحصل. تشين بيخرج من عنده. فمولان بتقول له انا همسكه وانت تضربه. فبيسيبها وبيمشي. فبتقول له على فكره انا من رايي انك احسن كابتن. فبيسيبها وبيمشي. وموشو بيقول لها ايه اللي حصل ده؟ فبتقول له ايه؟ فبيقول لها انت بتحبيه؟ فبتقول له لا طبعا. فبيقول لها روحي نامي. وبيقول للصرصار تعالى ورايا. بيستنوا شيفو لما يخرج وبيدخلوا الخيمه. والصرصار بيكتب تقرير تاني. فموشو بيقول له انت ايه اللي انت كاتبه ده؟ فوق احنا في حرب، انا عايز الدنيا تبقى مولعه. بيحاول تاني. فبيقول له هو ده. بيروحوا للحصان وبيقول له يا احلى جاموسه في الدنيا عاوزين توصيله. فبيضربوا. وساعتها العساكر بيزودوها حبتين مع شيفو فبيعيط وبيطلع من النهر. موشو بيروح له بالشكل ده وبيقول له القائد باعت لك الرساله دي. فبيقول له هو انت مين؟ فبيقول له مش مهم يا استاذ احنا في حرب. وبيسيبه وبيمشي. بيقرا الرساله وبياخدها جري للقائد وبيقول له احنا لازم نروح للجيش دلوقتي. بيبداوا يتحركوا والكل بيكون خايف. فلينج بيقول لهم احنا لازم نحارب علشان عروسه الاحلام. وكل واحد بيقول المواصفات اللي هو عاوزها. ياو بيقول اهم حاجه تحب عضلاتي. ولينج بيقول انا عاوز اي حاجه تبقى جميله وخلاص. وبو بيقول لهم انا ما يهمنيش لبسها ولا شكلها، اهم حاجه اكلها يبقى حلو. الكل بيفضل يغني ويحلم بالحاجه اللي هو عاوزها وبينسوا ان هم في حرب. والكل بيكون مبسوط جدا. ومره واحده ما حدش بيطلع صوت لانهم بيكونوا شافوا المنظر ده. وبنعرف ان المعركه بدات والقريه كلها اتدمرت. فالقائد بيقول لهم دوروا على اي حد عايش. مولان بتفضل تتمشى لحد لما بتلاقي العروسه بتاعتها. فالقائد بيقول لها انا مش فاهم حاجه، المفروض اقابل ابويا هنا. شيفو بينادي عليه فبيروح له وبيشوف الجيش كله ميت. حد من العساكر بيديله الخوذه بتاعت ابوه وبيكون في منتهى الحزن. وبقيه العساكر بيكونوا خايفين جدا من اللي حصل للجيش. والقائد بيحط السيف بتاعه في الارض وبيعلق عليه الخوذه بتاعت ابوه وبيحاول يداري اللي جواه. وبيقول للجنود مفيش وقت، الهون قربوا يوصلوا للامبراطور، احنا دلوقتي امل الصين الوحيد، يلا الكل يتحرك. مولان بتحط العروسه بتاعتها جنب السيف وبتمشي وراهم. بيكونوا في الطريق ولكن صاروخ من عربيه مولان بيتضرب في السماء. وموشو بيقول لها الصرصار اللي عمل كده. القائد بيروح لها وبيقول له انت عملت ايه؟ انت كده كشفت مكاننا. ما بيكملش الكلمه والسهم بيرشق في صدره. وبعدها السهام بتنزل عليهم زي المطر. العربية دي بتولع فبيحاولوا ياخدوا المدافع اللي فيها وبيجري كلهم ورا الصخور. بيفضلوا يضربوا عليهم بالمدافع لحد لما الكل بيختفي وما بيكونش فاضل غير مدفع واحد بس. ومرة واحدة جيش الهون كله بيهجم عليهم. فالقائد بيقول لهم استعدوا، حتى لو هنموت يبقى نموت بشرف. وبيأمر ياو يوجه المدفع علشان يو. ولكن مولان بتفكر شوية وبتاخد المدفع وبتجري بتوجهه ناحية الجبل ده وبتمسك موشو علشان يولعه. وشان يو بيبقى قرب منها قوي ولكن الجبل كله بيقع على جيش الهون. فشان يو بيتضايق جدا وبيضرب مولان بالسيف بتاعه والكل بياخدها جري من التلج. ولكن شان يو بينسحب ومولان والقائد بيكونوا هيروحوا هم كمان. ولكن الحصان بتاعها بيروح لها ولكن ما بيلحقش يعمل حاجه والتلج بيغطي الكل. الجنود بتستخبى ورا الصخره دي ومولان بتحاول تعافر ولكن القائد بيغمى عليه فما بترضاش تسيبه وبتروح تنقذه. والجنود الاغبياء بيرموا لها الحبل ولكن بينسوا يمسكوه. بيكونوا خلاص هيقعوا من على الجبل ولكن مولان بتربط الحبل في الحصان وبترميه لفوق. بينزل في ايد ياو والكل بيمسكهم وبيفضلوا يشدوا لحد لما بيطلعوهم. والقائد بيقول لبين انت ما سمعتش كلامي بس انقذتنا كلنا وكمان انقذت حياتي. الكل بيكون في منتهى السعاده ولكن مولان بتحس بالضربه اللي شان يو ضربها لها بيغمى عليها. فالقائد بيقول لهم هاتوا الدكتور بسرعه.
وبعد فترة الكل بيبقى قاعد على اعصابه، والدكتور بيطلع وبيقول للقائد دي طلعت ست. بيروح لها وبيعرف الحقيقة، فبتقول له استنى انا هشرح لك كل حاجة. شيفو بيمسكها وبيخرجها للجنود وبيقول لهم في الاخر طلع واحدة ست. فبتقول لهم انا كنت عاوزة انقذ ابويا. فشيفو بيقول لها انت جبت لنا كلنا العار. فالقائد بيمسك السيف وبيروح لها. الجنود بتحاول تمنعه، ولكن شيفو بيقول لهم ده القانون. بيكون لسه هيخلص عليها، ولكن بيرمي السيف في الارض وبيقول لها انت انقذت حياتي، كده نبقى خالصين. وبياخد الجنود وبيمشي، ومولان بتفضل قاعده في التلج. وموشو بيروح لها وبيقول لها كان فاضل لي حته قد كده وكنت هبهر الاجداد وارجع تاني للشغل والدنيا تزهزه. فبتقول له انا ما كنتش لازم اخرج من البيت. فبيقول لها كبري دماغك، انت عملت كده علشان تنقذي ابوكي. فبتقول له مش كده وبس، يمكن كنت عاوزه اثبت لنفسي ان اقدر اعمل حاجه غير الجواز، علشان لما ابص في المرايه احس ان ليا قيمه، لكن كل ده راح في الارض. فموشو بيقول لها مش عاوزك تزعلي، وعاوز كمان اعترف لك على حاجه، انا مش تنين حجري ولا حاجه، انا عملت كده علشان مصلحتي وارجع تاني للشغل. فالصرصار بيقول لهم وانا كمان مش صرصار حظ ولا حاجه. فموشو بيقول له نعم، يعني الفتره دي كلها كنت بتضحك عليا. ساعتها الصقر بتاع شان يو بيكون طاير، مره واحده ايد بتطلع من تحت التلج وبيكون شان يو لسه عايش. بيبص حواليه فبيلاقي كل الجنود بتاعته ميتة. بيزعق، فمولان بتسمع الصوت وبيكون في كام واحد منهم لسه عايشين. بيتجمعوا كلهم وبيكونوا رايحين ناحية قصر الامبراطور. مولان بتكون شايفة كل ده فبتاخد الحصان وبتجري. ساعتها الشعب كله بيكون عامل مهرجان علشان يستقبلوا الجنود اللي هزمت الهون، ولكن القائد وكل الجنود بيكونوا زعلانين جدا بسبب اللي حصل لمولان. بتروح للقائد وبتقول له الهون لسه عايشين موجودين هنا. فبيقول لها مكانك مش هنا يا مولان، روحي بيتك. فبتقول له صدقني انا شفتهم وما بيطلعوا من تحت التلج. فبيقول لها انا استحاله اصدقك تاني، وبيسيبها وبيمشي. ما بتكونش عارفه تعمل ايه، فبتجري وتقول للناس، ولكن نفس الكلام محدش بيصدقها. ساعتها الامبراطور بيقول للشعب احنا كلنا دلوقتي في امان بسبب الجنود بتاعتنا. فالقائد بيقول له احب اقدم لك سيف شان يو، ولكن الصقر بياخده وبيرميه لشان يو. الكل بينصدم، ولكن المساعدين بتوعه بيطلعوا من التنين ده وبيضربوا القائد وبياخدوا الامبراطور جوه القصر وبيقفلوا الباب. الجنود بتمسك التمثال ده وبتفضل تخبط في الباب، ولكن مولان بتروح لهم وبتقول لهم انا عندي فكره تاني. بيروحوا وراها وبيقلعوا هدوم الجيش وبيلبسوا لبس ستات وبيطلعوا على العواميد دي، والقائد بيكون معاهم. ساعتها الهون بياخدوا الامبراطور للسطح وشان يو بيروح له وبيقول له يعني ولا السور اللي انت بنيته ولا جنودك قدروا يمنعوني. الجنود دي بتتمشى في الممر، والحارس ده بيقول للباقي دول ستات، ولكن الصقر بيشوف القائد وهو مستخبي بيكون لسه هيحذرهم، ولكن موشو بيشويه. والجنود بتطلع الفاكهه دي وبتضرب كل الحراس. ساعتها شان يو بيقول للقائد اركع، فبيقول له مفيش الكلام ده، بيكون لسه هيخلص عليه، ولكن القائد بيزقه بعيد وبيفضلوا يضربوا في بعض. ومولان بتقول لهم ابعدوا الامبراطور من هنا. بيمسكوه وبينزلوا للشعب تحت. شان يو بيكسر عظم القائد وبيكون لسه هيروح ورا الامبراطور، ولكن مولان بتقطع الحبل. وشان يو بيشوف كمية الناس اللي تحت وبيعرف ان هو مش هيوصل للامبراطور، وبيقول يعني كل اللي عملته راح في الارض. بيمسك القائد وبيقول له انت السبب في اللي حصل. فمولان بتلم شعرها وبتقول له لا انا. فبيقول لها العسكري بتاع الجبل بيفضل يجري وراها، فبتشوف الصواريخ دي وموشو بيقول لها فهمتك. وشان يو بيفضل يجري وراها لحد لما بيطلعوا للسطح وبيقول لها خلاص دي نهايتك. بيضربها ولكن بتاخد منه السيف وبتقول له قول كلام على قدك. جاهز يا موشو؟ فبيقول لها عيب عليكي. بيولع الصاروخ وبياخد شان يو لباقي الصواريخ وبيبقى فرح. الكل بيكون في منتهى السعاده لانهم اخيرا خلصوا من الهون وشان يو. شوفوا بيروح لهم وبيقول لها انت كنت هتموتيني، انا لازم اعدمك. فالقائد بيقول له هي اللي انقذتنا كلنا. فبيقول له ولكن دي ست. بيكونوا هيضربوا ولكن الامبراطور بيوقفه وبيروح لمولان وبيقول لها انا سمعت انك رحت مكان ابوك الحرب وخدعت القائد بتاعك وجبت العار للجيش الصيني كله، ولكن في الاخر انقذت حياتنا. الكل بيحييها والشعب الصيني هو كمان. والامبراطور بيقول لشيفو من دلوقتي مولان هتبقى في مجلس المستشارين بتوعي. فبيقول له انت بتقول ايه؟ قصدي يعني ان مفيش مكان. فبيقول له خلاص تتعين مكانك. بيغمى عليه. فمولان بتقول انا لازم ارجع بيتي دلوقتي. فبيدي لها السلسله بتاعته وسيف شان يو وبيقول لها دول علشان اهلك يعرفوا انك انقذت الصين كلها. بتاخده بالحضن وبتودع الجنود، والقائد بيفضل باصص لها. ومولان بتاخد الحصان وبتمشي. فالامبراطور بيروح للقائد وبيقول له بس تعرف عمرك ما هتلاقي واحده زي دي تاني.
ساعتها ابوها بيكون قاعد وقلقان جدا على بنته. مولان بتروح له وبتديله السيف والسلسله وبتقول له ده تكريم للعيله بتاعتنا، فبيرميهم في الارض وبيحضنها وبيقول لها انا فخور جدا ان عندي بنت زيك. القائد بيروح لها وبيقول لها انا جيت ارجع لك الخوذه بتاعتك، قصدي يعني بتاعت حضرتك، وبيفضل يتهته. فمولان بتقول له تحب تتغدى معانا؟ فجدتها بتقول له تحب تعيش معانا؟ فبيقول لها طبعا. موشو بيقول لكبير الاجداد شوف انا عملت ايه، اتعلموها بقى. فبيقول له خلاص هترجع تاني حارس العيله. وصرصار الحظ هو اللي بقى يدق الطبله. الاجداد كلها بترقص وبتحدف راس المرحوم لبعض، ومولان بتشكر موشو على كل اللي عمله معاها.